السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل ريفيو عن الغسالة الشرب، وهقولك ازاي تستخدميها، وهقولك مميزاتها، وهقولك عيوبها، وهقولك كل حاجة تخص الغسالة الشرب. كمان هقولك ازاي تطلعي الغسيل منها فلة وتنضفيه، وسيبك بقى من اي فيديو تاني لان مش هتلاقي الخلاصة غير في الفيديو ده. اهم حاجة لو انتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي انا عايزاكي بس تقتنعي بحاجة، ان اي غسالة بابها من فوق او الغسالة اللي بابها من قدام عامة، يعني تكوني متأكدة انها مش هتطلعلك الغسيل نضيف زي الغسالات العادية بتاعت امهاتنا زمان، او الغسالة اللي هي النص فول اوتوماتيك، اللي هي اللي بيبقى اللي فيها شطف وعصر جنب بعض، اللي هي ام حضين دي. فدي مش هتديكي نفس النتيجة ولا اللي حتى اللي بابها قدام، فعشان ما تتصدميش. هي دي هتديكي لو اتساخ الهدوم مش مثلا اتساخ تراب بس او عرق، فالحاجات دي هتنضف وهتديكي نتيجة حلوة قوي فيها. اما لو اتساخ بقى هدوم شغل، هدوم اطفال، بقع مشروبات، بقع اكل، فانتي محتاجة ان انتي تحطي المسحوق اللي انا هقولك عليه وتسيبيه حوالي دقيقتين، وبعد كده تروحي حاطاه في الغسالة وتظبطي المية بتاعتك وتظبطي كل حاجة زي ما قلتلك. تمام. لكن عشان تطلعي منها الغسيل لو في بقع صعبة تطلعيه فل، فانت كده بتكدبي على نفسك، واي حد تاني هيعملك فيديو يقولك كده يبقى هو كمان بيكدب عليكي. اختاري الهدوم الفاتحة اللي تكون فيها البقع باينة، تقومي حاطة عليها المسحوق اللي انا هقولك عليه، والغسالة هتنضفها لك وتخليها لك زي الفل. غير كده ما تستنيش ان المسحوق العادي والغسالة اللي زي دي تطلع لك البقع الصعبة، عشان اكون صريحة معاكي. طب الحل ايه بقى في المشكلة دي؟ لا انا معايا اشتري غسالة من اللي بابها من قدام فتغسل لي كويس جدا، ولا انا معايا اجيب غسالة نوعها يكون عالي قوي وسعرها غالي. اعمل ايه في الحالات دي؟ بصي يا حبيبتي، اي غسالة عامة محتاجة انك في الهدوم اللي فيها اتساخ جامد وفيها بقع جامدة، هدوم شغل جوزك، هدوم اطفال منيلينها بقع بتاعت اكل بصعوبة ان هو يطلع، فانتي محتاجة تغسليه على ايدك. مش هتغسليه زي زمان الغسل اللي هو بنقعد بقى نحط فيه ده، لا. انا هقولك على خلطة في فيديو تاني تحفة، عايزة اقولك هتحطيها على الهدوم وتسيبيها لمدة دقيقتين هتلاقي البقعة في ثواني اختفت ايا كانت بقعة ايه. هنزلك الفيديو ده، انا كان ممكن اقولك على الوصفة دلوقتي بس انا حابة اعمله عملي عندي على القناة واعمله قدامكم واحطه كمان على البقع واوريكم النتيجة. بصي كده يا ست الكل، انا كده ريحت ضميرك وريحت دماغك وريحتك من انك تتفرجي على فيديوهات كتير. نصيحة: ما تدخيش ولا تلفي، هاتي نوع غسالة كويس من الغسالات اللي بابها من فوق وتكون شركة معتمدة، وكمان ياريت تجيبيها بضمان العربي بحيث تلاقي قطع غيار كويسة جدا. اول حاجة واول خطوة لازم تعمليها ان انتي تخلي الفني هو اللي يجي يشغلك الغسالة علشان يفعل الضمان في نفس اليوم. يعني لو هي في المعرض او في المحل او في المكان اللي هي كانت فيه ليها مدة، وقت ما هيجي يركبها لك بتاع الصيانة بيفعلك الضمان في اليوم اللي هو فعل فيه الصيانة دي. فنصيحة: ما تخليش اي حد يركبها لك، او انتي تركبيها في البيت، خلي بتاع الصيانة يجي يعملها ومش هياخد منك ولا مليم. بصي يا ستي، هعلمك تشتغلي عليها بكل سلاسة وهعملك نتيجة عملية دلوقتي، هوفر عليكي الوش ده كله. اول حاجة عندي، ده عندي زرار التشغيل اللي هو الاون، وده زرار الايقاف اللي هو الاوف. ده اللي انا هطفي واشغل منه. انا هشغل اهو معاكم. ومعلومة: دول الزرارين بس اللي هما بارزين في الايه في التاتش بتاع الغسالة، الباقي ده كله تاتش. تمام، الباقي ده كله ده باللمس. هنا عندي الزرار اللي تحتيهم ده اللي انا بتحكم فيه لو انا مديه اوردر للغسالة، او انا يعني حددت انا هحط فيها غسيل ايه والمية قد ايه والعصر وكل حاجة، وعايزة ابتدي اشغل. حصل عندي ظرف وعايزة اوقف الدنيا مثلا، مش هوقف من الايقاف ده، لا، بضغط على بدء او توقف. توقف اللي هو توقف مؤقت، بوقفها لمدة معينة وبعدين برجع اشتغل عليها. طيب تمام. هنا عندي الغسيل بتاعي بقى، انا هحط غسيل سواء تقيل او هحط غسيل قطن او هحط صوف، كل واحد وليه برنامج معين. طيب لو انا عايزة اعمل دورة غسيل للغسالة، بشغل الغسالة عادي جدا وبعمل المية بتاعتها وبعمل الشطف. تمام.
وبعمل العصر وبظبط كل حاجة في الحاجات اللي انا هعلمكم عليها دلوقتي، واجي هنا اعمل غسيل حلة بازازة خل. هي كل شهرين بنعمل الحركة دي. طيب هنا عندي ده غسيل خفيف، لو انا عندي هدوم اطفال مثلا صغيرة مش مبقعة ولا حاجة، غسيل سريع. وده غسيل الاعتيادي، وعامة 90% انت هتشتغلي على الغسيل الاعتيادي. ده الغسيل التقيل، حاجات اللي هي الشتوي او شديدة الاتساخ شوية بتستخدمي الزرار اللي فوق ده. هنا عندي تجفيف بالدوران السريع، اللي هو زي التجفيف يعني بالهواء، يكون الدوران سريع وفي نسبة هواء بتبقى طالعة من الحروف اللي باينة من الغسالة. تمام، احنا كده فهمنا الجزء ده. وزي ما قلتلك انتي غالبا هتشتغلي على اللي هو الاعتيادي اللي فوق، وقلنا ده تجفيف الدوران السريع. طب انا عندي هنا كمان دي ده النقع. لو انا عندي غسيل فيه بقع وعايزه انقعه شويه في كلور، او عايزه انقعه في برسيل جل، او عايزه انقعه في اي حاجه، بدي الاوردر بتاعي كامل وبدي النقع هنا، فبيقوم يديني الوقت هنا الاعتيادي اللي انا عاملاه على حسب المية وعلى حسب الغسيل وعلى حسب الدقايق اللي انا عاملاها عندي هنا. بيديني الدقايق اللي تمشي مع النقع برضو، في الحتة دي بيظهر فيها الدقايق اللي هتشتغل فيها الغسالة سواء غسيل او عصر. طيب تأجيل التشغيل، قصدي تأخير التشغيل، ان انا ممكن احط الغسيل واعمل كل حاجة اأخر عندي الغسيل وبيظهر لي هنا الرقم في التايمر. بصوا، عايزة اخرها ساعة، عايزة اخرها ساعتين، 3 ساعات، حط كل حاجة واسيبها تتنقع، واسيبها مثلا تغسل مع نفسها بعد 5 6 ساعات معاكي لحد 10. تمام. ده لو انا عندي حرير، او عندي مثلا غسيل اللي هو ستان، او عندي عبايات سودا وخايفة ان هي تكرمش من الغسيل او تعمل كسر، فبضغط على هو مانع التجاعيد. هنا عندي ده مستوى المية. عندي اول مستوى، بصوا هي على 4 مستويات، تاني مستوى، تالت مستوى، وده الرابع، ده اللي بيملى الحلقة. تمام. هنا عندي الدوران السريع معايا من معايا دقيقة، معايا 5 دقايق، معايا 9 دقايق. معايا الشطفة عندي دقيقة، دقيقتين، 3 دقايق. معايا مدة الغسل 3 دقايق، 9 دقايق، 12 دقيقة. والمية عندي انا بتحكم فيها حتى لو الزرار ده اتحرك مع نفسه وانا بدي الاوردر هنا. طب لو انا عايزه اشتغل الغسيل العادي وما اعملش كل اللي انتي قلتي عليه ده، او والدتي ما عندهاش خلق، مثلا عندها نفس الغسالة او غسالة تانية ما عندهاش خلق تعمل كل اللي انتي عملتيه، بضغط على التشغيل هنا عادي، بخليه اعتيادي. باجي هنا بضغط على المية بتاعتي، بخليها بارد او سخن على حسب ما هي عايزة. هنا بخليه 3 دقايق. هنا العصر مرتين. هنا الشطف عندي 5 دقايق. مستوى المية على 3. تمام. بضغط من هنا تشغيل. طبعا انا كنت ضغطه من هنا الاول ايقاف مؤقت او بدء ساعة ما جربتها معاكم اول مرة. هنا عندي عشان انا المية بتكون عندي ضعيفة بالليل، بصوا المنظر، فيستحب ان انتي تشتغلي في الوقت اللي المية عندك فيها كويسة جدا. تمام. انا هضغط ايقاف علشان ابتدي اوريكم، لان انا طبعا مش هشتغل فيها، الباب بتاعها بيتقفل لوحده. بصي بقى يا جميل، هنا الدرج ده اللي انا هحط فيه عندي البرسيل جل، وهحط فيه المعطر. تمام. اهو بيتقفل ويتفتح بكل سهولة. هنا عندي ده الفلتر اللي هو بيكون فيه الوبرة، انا عشان انضفها اول باول فهنلاقيه نضيف ان شاء الله. انا في كل غسلة بفتحه وانضفه كويس جدا. بصوا اهو، بتقفليه برضو بكل سهولة كده، وبتركبيه برضو بكل سهولة. بتحطي الجزء اللي تحت ده وبتضغطي عليه من فوق، بس اهم حاجة تكوني حاطاه مظبوط، وتضغطي على التكة دي. تمام كده الفلتر بتاعي قفل بكل سهولة. هنا عندي ده شكل الحلة من جوه كده. انا قلتلك العيوب وقلتلك المميزات وقلتلك تعالجي الدنيا ازاي، ووعدك ان انا ان شاء الله الفيديو الجاي هنزلك المسحوق اللي هيخليلك الهدوم من غير دعيك ومن غير فرق، اي بقعة ايا كانت تسخة اوعدك هيطلعها لك
في مدة دقيقتين بس من غير تعيك ومن غير اي حاجة. بتمنى اكون فدتك النهاردة وشرحتلك كل حاجة تخص الغسالة الشرب، وكمان اكون شرحتلك ازاي تقدري تنضفي الملابس. وبتمنى الفيديو يكون عاجبك، وياريت تعمليلي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة مهمة برضو لازم تعمليها، ان انت لما تيجي تشغلي الغسالة بتاعتك انت خلاص ظبطتي كل حاجة، ظبطتي المية والشطف والعصر وكل حاجة، بس نسيتي نقطة مهمة قوي. في ناس بشوفها بتحط الغسيل وترجع تبتدي تشغل الغسالة فتنزل المية بتاعتها وتحط المسحوق على الغسيل، او ممكن تقول ان انا هحطه في الدرج بتاع المسحوق. لا، ده هيخلي اول حاجة الغسيل يجير، تاني حاجة مش هيكون الغسيل كله ريحته حلوة او واصله المسحوق اللي انت هتستخدميه ايا كان ايه مش هيكون واصله بنسبة 100%. تمام. ومش برضو مش هينضف معاكي قوي. فانتي لازم تعملي ايه بقى؟ انا خلاص حددت وقتي وعملت كل حاجة، مش هحط الهدوم دلوقتي خالص، انا هسيبها تاخد المية بتاعتها كلها، وهقوم حاطه معاها المسحوق اللي انا هحطه كله، واسيبها تلف لفه واتنين بحيث اتاكد ان المسحوق اختلط بكميه الميه كلها وعمل لي فوم كده رغاوي فوق. هبتدي احط الغسيل بتاعي كده، الهدوم لا هتجير منك ولا هيبقى فيها اي حاجه، وهيبقى فوق زي تحت، عشان في ناس بتشتكي ان الغسيل فوق بيبقى مثلا نظيف او ريحته حلوه وتحت ما فيش الكلام ده، فعشان المسحوق كله اصلا بيبقى متراكم فوق. تاني حاجه، الغسالة دي 9 كيلو، يعني المفروض ان انا لما اجي اغسل فيها ما ينفعش احط. في ناس بتحط ال9 كيلو غسيل، لا هي لسه هتاخد المية بتاعتها لما توزن نفسها. برضو عايزة اقولك على حاجة، غسالة شرب معرفش في كل الغسالات ولا لا، بتوزن نفسها وبتحط كمية المية اللي هي محتاجاها للغسيل اللي فيها. لو انت عايزة انت اللي تحددي الكلام ده بتحددي برضو مفيش مشكلة. فانتي ساعة ما تيجي تحطي، لو هي 9 كيلو عندك هتستخدمي 4 كيلو غسيل، هتحطي 4